مسا عليك يا صديقي الميلانيستا. كنت قاعد مع نفسي بحضر كده لحلقة تقييم الميركاتو ونقعد نشوف الإدارة عملت صفقات ايه وهل الصفقات دي مفيدة للميلان ولا لا، او نعمل حلقة التقييم بتاعت كل سنة. انما مرة واحدة لقيت نفسي نسيت صفقة وتقريبا كل الناس نسيتها. صفقة تامي ابراهام دي تحس ان إدارة الميلان عملتها كده في الخباثة. صفقة جت وعدت ولا حد خد باله ولا حد اتكلم عليها، وتحس اصلا ان إدارة الميلان اختارت تامي ابراهام تحديدا للسبب اللي هقوله لك دلوقتي. اصل بصراحة لما جيت افكر ان انا اعمل حلقه بروفايل تكتيكي لتامي ابراهام لقيت ان تقريبا مفيش معلومات عنه. يعني الارقام والاحصائيات والداتا الموسم اللي فات ضعيفه جدا جدا، وفي خلال الحلقه هتعرف ليه الارقام بتاعته ضعيفه. فحلقه النهارده كانت صعبه جدا في تحضيرها، ولكن بقول لك ايه، عيب قوي عليك، اخوك الهبيت جايب لك كل حاجه. اوعى تفتكر ان انا اعمل لك الحلقه النهارده وطلع اقول لك اصل مفيش داتا. تقلقش يا باشا، جايب لك كل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها عن اخر صفقات الميلان وهي المهاجم تامي ابراهام. هنتكلم عن كل تفاصيل اللاعب، وفي نهايه الحلقه عندي ليك سؤال مهم جدا محتاج تركيزك طول الحلقه وعايز اجابتك في نهايه الحلقه. ولكن قبل ما نبدا حلقتنا بتمنى من كل قلبي دعم كبير جدا على حلقه النهارده بلايكات كتير جدا، لايك كومنت شير سبسكرايب للقناه لو انت مش مشترك وتفعل الجرس. وبفكرك ان هدفنا في كل حلقه ان احنا نوصل لل1000 لايك. وقبل ما نبدا حلقتنا تعال نشكر اصدقائنا اللي بيدعمونا خلال الفتره اللي فاتت. شكرا جدا ليهم، وتعالى نبدأ نتكلم عن مهاجم الميلان الجديد واخر صفقات الميلان تامي ابراهام. تامي ابراهام هو مهاجم انجليزي عنده 27 سنة، الراجل جاي من نادي روما على سبيل الاعارة. تامي ابراهام طوله 190 سنتي، ودي نقطة بصراحة فيها مميزات كتير قوي هقولها لك خلال الحلقة. تامي ابراهام الموسم اللي فات مع نادي روما شارك في 9 مباريات بس، سجل هدف وصنع هدف، وده السبب اللي خلى انه الداتا والارقام والاحصائيات بتاعته الموسم اللي فات ضعيفه جدا، لانه لوكاكو هو اللي كان واخد المركز الاساسي في نادي روما، وتامي ابراهام مشاركاته كانت ضعيفه جدا الموسم اللي فات. وده خلاني برضو ارجع للموسم اللي قبل اللي فات واشوف ارقام تامي ابراهام، ولقيت ان هو شارك في 49 مباراه، سجل 9 اهداف وصنع 7 اهداف. ولان ارقام تامي ابراهام الموسم اللي فات كانت مش واضحه وقليله جدا، فحبيت ان انا اشوف معدل مساهمات تامي ابراهام مع الانديه اللي لعب فيها، سواء اخر فترته مع تشيلسي واول فترته مع روما. ودخلت على موقع فوت ستيتس وقلت اشوف الرسم البياني اللي قدامك دلوقتي، هتلاقي ان مساهماته بالتسجيل المنحنى بتاعه في اخر فتره بدا ان هو ينزل. اما معدلات الصناعه فتلاقي ان الصناعه عنده تقريبا ضعيفه جدا من ايام ما كان في تشيلسي. معدل الصناعه ومعدل مساهماته بصناعه الاهداف بالنسبه للدقائق اللي لعبها ضعيفه جدا. طبعا الكيرف في الاخر بيعلى قوي بسبب الاسيست اللي عمله مع الميلان، وبالتالي اجمالي مساهماته ما بين تسجيل وصناعه مش افضل حاجه، المنحنى مش قوي قوي. وده يخلينا نسال سؤال مهم جدا، الواد تامي ابراهام ده في نهايه فترته مع تشيلسي كانت الناس بتقول ده حته مهاجم حدوته ومستقبل كبير جدا مستنيه، ولما راح نادي روما تالق وابدع اول موسم مع جوزيه مورينيو، والناس قالت بس هو ده المهاجم اللي جاي. وبالتالي احنا في حلقه النهارده محتاجين نتكلم عن امكانيات تامي ابراهام بشكل عام، مش بس الامكانيات اللي ظهرت عليه الموسم اللي فات. فتعال نبص كده على الخريطه الحراريه بتاعته، والخريطه تحسسك ان هو مهاجم بيتحرك كتير جدا بدون كوره، بيسقط وبيستلم وبيتحرك بعرض الملعب بشكل كويس، بيميل على الطرفين كتير، وده بيخلي ان هو بيعمل مجهود عالي خلال تواجده في الملعب. ولكن انا عارفك يا صديقي الميلانيستا انت مقلق من موضوع الاصابات، فقبل ما نخش في تفاصيل تامي ابراهام خلينا نتكلم عن سجل اصاباته. بلا ادنى شك انت لما تشوف سجل اصاباته بالمنظر ده انت اكيد اتخضيت، بس قبل ما تقلق عايز اطمنك واشرح لك ايه اللي انت شايفه قدامك ده. معظم الاصابات اللي انت شايفها قدامك كانت في موسم 21 22 وفي موسم 22 23. في الموسمين دول رغم ان هو قدم فيهم اداءات كويسه الا انه اتصاب كتير جدا، لكن الموسم اللي فات هو اتصاب اصابه واحده بس، والاصابه دي بالمناسبه غاب بسببها اسبوع فقط، يعني ما كانتش اصابه طويله. اخر اصاباته كانت من حوالي شهر، اتصاب في نص شهر 7 وقعد بسببها اسبوعين وكانت اصابه عضليه. فنقدر نقول ان هو الموسم اللي فات سجل اصاباته يعتبر كويس جدا، والراجل ما اتصابش كتير، هم اسبوع بس. ولكن نظرا لقله الارقام والاحصائيات اللي موجوده عن تامي ابراهام فخلينا كده نقول راينا في اللاعب بعد لما اتفرجت عليه وجبت لك تفاصيل تقيله قوي ما بين مميزات وعيوب. وخلينا ابتدي لك في البدايه بالمميزات.
تامي ابراهام لعيب سريع وحريف للامانه، طول القامه اللي عنده مخلي اللي برجله واسع، وبالتالي يقدر يقطع مسافات كبيره في كام خطوه قليلين. الى جانب ان هو حريف، يعني هو لعيب مميز في انه يعرف يكنترول على الكوره تحت رجله، رغم ان هو طويل، وعاده اللعيبه الطويله قوي دي ما بتبقاش قادره تكنترول على الكوره تحت رجليها. تامي ابراهام مش كده، تامي ابراهام كنترول على الكوره بشكل جيد، الى جانب انه حريف ومهاري، ولو اتحط في موقف 1 على 1 بيقدر ان هو يتعامل ويعرف يعدي. ونقطه الطول دي بقى مفيده جدا جدا في العرضيات. لما تتفرج على تامي ابراهام السنين اللي فاتت، مش بس السنه اللي فاتت، تكتشف ان هو جوه المنطقه تحركاته جيده جدا، الى جانب ان هو تعامله مع العرضيات بشكل هايل. وعلى فكره مش بس العرضيات العاليه اللي هو بيقدر يتعامل معاها بشكل كويس وعنده قدره على توجيه الكره بدماغه بشكل هايل، لا مش بس كده، عايز اقول لك انه حتى العرضيات الارضيه هو لعيب استباقي، دايما تلاقيه بيسبق المدافع ويوصل للكره قبل ما المدافع يطلعها. فحتى العرضيات الارضيه بيعرف يتعامل معاها كويس. لما بتتلعب عرضيات عكسيه هو بيعرف يأخر نفسه ويهرب من الرقابه ويروح للكره في مكان كويس جدا. وهو عموما للامانه تحركاته جوه المنطقه تحركات جيده. من الحاجات الكويسه برضو في تامي ابراهام انه رغم انه سريع وحريف، ولكن عايز اقول لك هو مش لعيب اناني، هو لعيب جماعي، دايما بيفضل ان هو يباصي لزميله لو كان في موقف افضل، مش بيفضل ان هو يحتفظ بالكره في رجله زياده عن اللزوم. تامي ابراهام عنده ميزه للاسف ما بيعرفش يستفيد منها، وهي رؤيته. تامي ابراهام رؤيته جيده جدا في الملعب، بيعرف يشوف تحركات زمايله بشكل كويس، بس المشكله انه ما بيعرفش يستفيد من النقطه دي، والسبب هنا ان جوده تمريراته مش افضل حاجه. يعني هو بيبقى شايف ان زميله بيتحرك في مكان كويس وهو عارف ان هو المفروض يبصيله، بس المشكله لما بيبصيله الكوره ممكن ما بتوصلش. والحته دي بقى تدخلنا على سلبيات تامي ابراهام ونقاط ضعفه. رقم 1، بص، تامي ابراهام بيتحرك بشكل عرضي زي الفارو موراتا، يعني هو هتلاقيه بيميل على الطرفين اليمين والشمال زي ما الفارو موراتا بيعمل، بس الفرق ان الفارو موراتا لما بيتحرك على الطرفين بيكون مفيد، بيعرف يتصرف بالكوره ويعرف يوصل الكوره جوه العمق او في منطقه الجزاء للعيب اللي استفاد من التحرك ده، سواء بقى الاجنحه او لعيبه من نص الملعب بتزيد جوه المنطقه. تامي ابراهام للامانه مش كده، تامي ابراهام بيتحرك فعلا على الطرفين بس بيعطل، ما بيعرفش ان هو يتصرف، وبالتالي بيلجأ لأسهل حل ان هو يروح لاعب العرضية. بيلعب العرضية لمين؟ بيلعبها ازاي؟ جودة العرضية نفسها ده ما بيبقاش افضل حاجة. فهو رغم ان تحركه كويس لكن دايما بيحتاج حد يكون قريب منه يسلمه الكورة، مش هيعرف ان هو يتصرف على الاطراف لوحده زي ما الفارو موراتا بيعمل. طيب هل تامي ابراهام ما بيتحركش بشكل طولي؟ يعني مثلا ما بيسقطش كده للقلب وينزل ياخد الكرة من نص الملعب؟ لا، تامي ابراهام بيعمل كده على فكرة، بس هو رغم انه بيعرف يقف على الكورة بشكل كويس ويعرف يكنترول عليها تحت رجله بشكل كويس، بس هنا ما بيعرفش يتصرف، لانه في حال ان هو استلم الكورة وحد ضاغط عليه في ظهره هنا ما بيقدرش ان هو يرفع عينه، وبالتالي مجال رؤيته بيكون محدود في الحالة دي، وهنا بيضطر ان هو يرجع الكورة تاني لورا. ودي بالمناسبة ليها علاقة بمشكلة موجودة عند تامي ابراهام، وهي التعامل في المساحات الضيقة. تامي ابراهام امام الفرق المتكتله دفاعيا ما بيكونش مفيد قوي، يعني هو ممكن يفيدك بالتحركات بتاعته جوه المنطقه، لكن حته ان هو يخرج بره المنطقه يستلم على حدود المنطقه ويوزع او كلام زي كده، هو ما بيعرفش يتعامل في المساحات الضيقه وفي التكتلات. زي ما بقول لك، طول ما في لعيب ضاغط عليه وهو ما معاه الكوره مجال الرؤيه عنده بيكون محدود، وبالتالي ما بيقدرش ان هو يتصرف بالكوره بشكل كويس، وطبعا ده بسبب كمان ان تمريراته جودتها مش عاليه. اخر نقطه، وهي نقطة بصراحة كانت ميزة حلوة قوي عند تامي ابراهام لكن للأسف ما بقتش بنفس القوة، وهي فكرة الانهاء، الفينش امام المرمى. تامي ابراهام من وقت تشيلسي وكان لافت نظري جدا ان الواد ده هادي ورايق جدا في الفينش، الواد ما بيتوترش في الفرص الخطيرة، ولما بيبقى طالع انفرادات او بتجيله الفرصة في مكان مميز جوه المنطقة بيبقى هادي جدا وهو بينهيها في المرمى، وعنده دايما ذكاء في ركن الكرة وجودة طبعا في الانهاء. المفاجأة عندي ان اخر سنتين، مش بس الموسم اللي فات اللي هو ما لعبش فيه كتير، حتى من الموسم اللي قبله لما لعب 49 مباراة سجل 9 اهداف بس، الانهاء عنده بصراحة بقى في النازل، بقى بيضيع فرص كتير من الموسم اللي قبل اللي فات، وبقى فيه فرص سهلة جدا معرفش ليه هو بيتصرف فيها بشكل غريب وبياخد قرارات اغرب واغرب. فهو كلاعب بشكل عام عنده جودة في الانهاء، ولكن المشكلة ان الفكرة دي بدأ مستواها يقل شوية. نتمنى طبعا ان هو يرجع لمستواه في حتة الانهاء دي تحديدا. وبكده بقى قدرت اقول لك كل المعلومات اللي قدرت اجمعها عن تامي ابراهام. وهنا نوصل للسؤال المهم، تفتكر ادارة الميلان بعد ما دعمت مركز المهاجم بالفارو موراتا وتامي ابراهام
تفتكر كده مشكلة المهاجم عند الميلان اتحلت ولا لا؟ مستني اشوف رأيك تحت في الكومنتات. وفي النهاية بتمنى تكون الحلقة عجبتك، وبتمنى من كل قلبي دعم كبير جدا على حلقة النهاردة، وبفكرك بال1000 لايك اللي عايزين نوصل لها. فلايك، كومنت، شير، سبسكرايب للقناة لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس. وما تنسوش الدعاء لاهلنا واخواتنا وحبايبنا اللي محتاجين لدعواتنا، سواء كانوا في السودان او في سوريا او في لبنان او في اليمن او طبعا في فلسطين. اتمنى ان احنا ما ننساهمش في دعواتنا. اشوفكم في حلقات جايه كتير وفي لايفات جايه كتير. سلام.